إرادة التغيير من حال إلى حال. أتعجب كيف أصبحت اليابان دولة عظمى بعد أن دمرتها الحرب العالمية وقضت على الأخضر واليابس والبشر. أتساءل ما الذي فعله غاندي ليصبح من مزارع فقير إلى أعظم قائد للثورات السلمية ضد الاحتلال في العالم، وصار أتباعه بالملايين. بل كيف تحول عمر بن الخطاب من رجل قاس يئس الناس من هدايته إلى رجل مؤمن رقيق ينصر الضعفاء والمساكين. ما الفارق الذي صنعه ليونيل ميسي ليتحول من طفل يعاني من ضمور في الخلايا إلى أعظم لاعب كرة قدم عرفه التاريخ الحديث؟ سيف الله خالد بدأ حياته يحارب الله 20 عاما، ثم ها هو محارب من أجل الله باقي حياته. أحوال أشخاص عندما تسمع عنهم تجد صوتا في أعماقك يقول إنها إرادة التغيير، تلك الإرادة التي أوهبها الله للجميع، ولكن الكثير منهم أهملها ولم يستثمرها. إرادة خلقها الله في نفس كل إنسان ليعطيه القدرة على تصحيح مسار حياته. فهذا أيقن أن التدخين ينهي حياته، وطوق النجاة قدرته على التغيير. وهذه ملت من دراسة أشياء لا ترغب فيها وليس أمامها إلا قرار التغيير. وكم من إنسان انغلق في وجهه باب الرزق، ما أغلقه الله إلا ليفتح أمامه باب رزق أكبر. هذه سنة الله في هذا الكون، فهو دائما في عونك. طالما أردت التغيير فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قيادة التغيير. اللحظة هي أداة التغيير، وضغوط الحياة ما هي إلا مجموعة من اللحظات الفارقة التي تغير في شخصية الإنسان. كأفراح الحياة مثلا هي مجموعة من اللحظات المبهجة التي تغير في شخصية الإنسان. فالخوف لحظة تجعل الإنسان إما أن يهرب أو يتقدم، والحزن لحظة تجعل الإنسان إما أن يكره الحياة وإما أن يصر على حبها ويبدأ من جديد. لحظة القهر والمذلة إما أن تجعل الإنسان معقدا في حياته من الأشخاص ومن المواقف، وإما أن يكون قويا في مواجهة تحديات الحياة. لحظات كثيرة بنمر فيها، ولكن قبل أن أحدثك عنها وكيف لك أن تسمع لمشاعرك فيها، لابد وأن أحدثك عن فكرة التغيير، وكيف أن تكون واعيا مع نفسك ومع التغييرات التي تمر بها. دوام الحال من المحال. ما دائم إلا وجه الله عز وجل سبحانه وتعالى. كلمات دائما ما نسمعها وتتردد كثير. بالفعل كل شيء في الحياة يتغير، وهذه من السنن الثابتة في الدنيا، أي أنها ثوابت الله التي يتعامل بها في الكون. فكل شيء يتغير إلا الله، فشكلك يتغير، عمرك يتغير، شخصيتك وعلاقاتك مهاراتك كلها تتغير، نفسيتك تتغير، وكل هذا بسبب اللحظات التي تعصف بك. وأثناء هذه الحياة وأثناء هذه اللحظات أمامك شيء من اثنين، والقرار لك: إما أن تقود عملية التغيير وتكون واعيا، فكلما تتغير للأحسن، وإما أن تكون مثل الشخص الذي ركب المركب في وسط أمواج البحر وجرى فوه الماء ولا تعرف كيف تقوم، فترتطم بصخرة وتغرق. لحظة التغيير في القرآن الكريم وهو القائد الذي يتحداك. عندما نتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى تجد أن الله حدثنا عن اللحظات والتغيير وفكرة التغيير، وأن هناك قائد قد نوى أن يقودك ويقود تغييرك، وهو الشيطان. يريد أن يستثمر كل لحظة في حياتك فتأخذك لأسفل لا لأعلى وتبعد قلبك. يقول العلماء أن الشيطان يريد أن يغير فطرتنا التي خلقنا عليها، مثل أن الصدق نجاة، وأن الإنسان الطيب يحبه الناس. هذه الفطرة الجميلة التي زرعها الله فينا يريد الشيطان أن يغيرها. كيف يغيرها؟ بالمشاكل والأحداث والأفراح والخوف والفقر. هذه الأحداث بتغير في حياة الإنسان. هل ستسيطر أنت على هذه اللحظة وتقودها، أم أن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء سيقودان عملية تغييرك الحتمية؟ في قول الله تعالى حنيفا بمعناها أي مستقيما غير مائل، فاحذر أن اللحظة تغير المعاني الجميلة التي خلقك الله بها وفطرك عليها. السؤال الذي يدور ببالنا: كيف نتعامل مع التغيير؟ ولماذا عندما نلتقي بشخص بعد مرور عدد من السنين
قد نراه أصبح أكثر خوفا على مصالحه الشخصية، متسرعا، أكثر خوفا مما عهدناه من قبل. وعلى العكس تماما، قد نلتقي بآخر نراه أصبح أكثر طيبة وشهامة، أكثر حبا لله، يمتلك نفس سليمة تجاه الخلق. ما الذي حدث؟ لماذا اختلفت شخصياتهم مع وجودهم بنفس البيئة والظروف؟ السبب ببساطة هو اللحظات، وكيف تتعامل مع كل لحظة منها. لكل منا أسلوبه الخاص والمميز به، وعندما يمر بلحظات، هذه اللحظات تؤثر في سلوكه، وهذا السلوك يتكون من 3 أشياء، هي الطبع والطبيعة وإرادة التغيير. نبتدأ ببساطة بالطبع. خلق الله في كل واحد منا، وبهذه الطباع يعيننا الله على الطريق، ومنها ما يوجد به من اختبارات لنحسن من هذا الطبع. فمنا من خلق شجاعا، ومنا من خلق لديه خوف زائد، ومنا من في طبعه التسرع والحمية، وغيره يغلب على طبعه الهدوء والتراخي. وهذه أمثلة نراها في طباع الناس في الواقع، منها مميزات ومنها ما يمثل للشخص بعض التحديات. الطبيعة هي البيئة التي نشأت فيها، فبعض الناس نشأوا في بيوت كسولة، ويوجد من نشأ في مجتمع ليس منظما ولا متقنا، فسينشأ كما تربى في بيئته. ويوجد من نشأ في بيت فيه قساوة ولا يوجد به حب، وكل بيئة تؤثر في شخصية من نشأ فيها. إرادة التغيير هو المكون الثالث من مكونات سلوك الإنسان، أن يكون بداخله رغبة في أن يغير نفسه دائما للأحسن. يقول علماء النفس أن الإنسان إذا استغل لحظات حياته بيقظة، كل لحظة تمر به سيتغير للأحسن، فيقضي على الطبيعة التي من الممكن أن تكون سيئة، ويسيطر على طبعه الذي خلق به. يقول المفسرون في قول الله تعالى: ما بأنفسهم، أي الشيء الذي علق بأنفسهم أو علق بأنفسهم ففطرتهم سليمة، لكن الأحداث التي حولهم والمجتمع الذي نشأوا فيه أثروا في أنفسهم. فيقول الله لك: إذا أردت التغيير ابدأ ولو بخطوة. أعرف أناسا كثيرين نشأوا في طفولتهم بصفات كالبخل والخوف والتراجع، أو أنهم ليسوا محبوبين ممن حولهم. فماذا حدث لهم؟ واجهوا أنفسهم، وكانت لديهم إرادة قوية وإرادة تغيير قوية، فغيروا طباعهم وغيروا طبيعتهم. إذن الطبع والطبيعة يتغيران بقوة إرادة التغيير. الناس في رؤيتهم للتغيير نوعان: شخص لا يتغير إلا بعد وصوله للقاع والصدمة، ونوع الآخر الشخص الذي يتغير بالإشارة، يفهم رسالة الله له في كل لحظة. النوع الأول هو من القاع، هو الشخص الذي لا يتغير إلا بعد وصوله للقاع، تمر به لحظات كثيرة لكنه لم يتعلم كيف يعيش اللحظة، والرسائل واللحظات كثيرة وهو رافض لها حتى حدثت الكارثة. حينها يعرف أنه يحتاج للتغيير. هنري فورد، وهو رائد صناعة السيارات في العالم، ومن أوائل الناس الذي غيروا فكرة أن السيارة للأغنياء والملوك فقط، وجعل عوام الناس يركبون السيارات. لكن كانت لديه مشكلة، وهي أنه كان دائما يحب أن يفعل كل شيء بنفسه، إداريا، تصنيعيا، فكريا وخططيا أيضا، وليس هناك أحد يتقن كل شيء في هذه الحياة. في يوم من الأيام بدأت الناس تبتعد عنه، وكل ما يشارك أحد لا يتحمل، بسبب أنه يريد أن يفعل كل شيء بنفسه ولا يريد أحد أن يشاركه شيئا. حتى جاء يوم من الأيام وأتته لحظة الإدراك أنه يخسر الشركاء ويخسر أيضا المشروع، ولكنه رفض، وبدأ ينفض شركاؤه من حوله، وأيضا لم يستجب للحظة التغيير، واستمر وبدأ ينتج في سيارات، وأعلن وقال أنه سيستطيع أن ينتج 10,000 سيارة بمبلغ $400. من الممكن أن تنتج سيارة ب$400، ولكن تنتج 10,000 سيارة ب$400؟ هذا يحتاج لخطة إدارية صعبة، ووضع الشركة في كارثة أمام الناس. للمرة الثانية بدأ يفقد كل شيء، يفقد سمعته وشركته التي سقطت، حتى أخذ القرار بعدما سقط في القاع أنه سيشارك شخصا واحدا، ولكن بشرط أن يجلس هنري صامتا ولا يتكلم إلا في تخصص.